التاريخ من المفترض أن يكون تاريخا صحيحا يكتبه مؤرخون ثقات لا يعرف الزيغ أو الميل والهوى إلى أقلامهم سبيلا، حيث من المفترض أن يبقى التاريخ والشاهد على حياة الأمم والشعوب وحضارتها. صرخ الفلسطينيون واحتجوا، فإسرائيل سرقت تراثهم، سرقت الكوفية والمأكولات الفلسطينية. غيرها استطاع وفي وضح النهار سرقة ليس أكلة من التراث ولا لباس. ولو كان الأمر كذلك لاعتبر تقاطع في تراث بلدين جارين، لكن أن يسرق جامع بشموخ صومعته فتلك فنون من السرقة تحتاج إلى كثير من الوقاحة وشيء من الحنكة. اعتداء يتم في وضح النهار وعلى مسمع الخبراء والمسؤولين عن التراث العالمي، فلو يدلنا أحد على بداية هذه الجريمة التي لا تغتفر وكيف سكت عنها المختصون ممن يدركون معنى أن يقدم بلد على سرقة تراث بلد آخر بالاعتداء والتشويه. هكذا صار بمعرض أبو ظبي للتراث، حيث أقدمت الجزائر بعرض صومعة الكتبية المسجلة باليونسكو كتراث شفهي على أنها صومعة بقلب الجزائر. ماذا لو نطقت الكتبية أمام الضيوف والحاضرين المبهرين بالتراث الجزائري المسروق؟ ماذا كانت ستقول لهم عن عصرها المرابطي الذهبي الذي شيدت فيه؟ وماذا عن الخليفة عبد المؤمن الذي أمر ببنائها، وابن تاشفين موحد الأمة؟ تاريخ واغل في القدم، لكن يبقى تاريخا عصيا على السرقة والنهب. فما هكذا تبنى الهوية؟ الهوية تحتاج إلى قرون من الزمان لتبنى. صومعة الكتبية بمعرض أبو ظبي التزمت الصمت، لعل لغة الصمت أكثر بلاغة من الكلام، ورسالتها وهي شامخة بمعرض زيف الحقائق والتراث تقول: إن لم تستحي فافعل ما شئت.